دي سيارة ماشية عدد كيلومتر محترم محترم محترم، عدد كيلومتر كبير. لما بنرفع المقاس الصبح بنلاقي الزيت ناقص زي ما انت شايف كده. طبعا المفروض الزيت يبقى عند العلامة اللي فوق او علامة الماكسيمم، لكن زي ما انت شايف الزيت بين العلامتين وقريب اكتر للمينيمم او العلامة اللي تحت. وطبعا الزيت اللي محطوط في العربية 10 40، وانا شايف ان ده خطأ من البداية. المفروض عربية ماشية كيلومتر كبير ما تحط لهاش زيت انت عارف انه هينقص. فطبعا العربيه ماشيه على زيت كاسترول 10 40، المفروض انه بيمشي 7000 كيلو متر. طبعا الشركه المصنعه بتقول 10000 بس انا طبعا مش معاهم خالص في الكلام دوت، لان الزيت ده نص تخليقي في اخره 7000 كيلو متر. فطبعا صاحبنا عاوز يكمل المده بتاعته، وطبعا هنا لازم يزود الزيت، لان بالطريقه دي الزيت ده عمره ما هيكمل 7000 بامان، لا هينقص تحت المينيمم. فطبعا لازم يزود الزيت وعاوز يوصله الماكسيمم. فهنحاول مع بعض ونشوف كده العربيه دي لحد ما توصل الماكسيمم هتاخد قد ايه من الجيركن. هتبتدي ان انت تزود الزيت، خدت بالك، وبعد كده تبص على المقاس. فزي ما انت شايف كده الزيت لسه ناقص، فمحتاجين ان احنا نزود تاني. هنرجع المقاس مكانه تاني ونبتدي ان احنا نزود الزيت. الهدف ان احنا عاوزين نعرف يعني من المينيمم للماكسيمم تقريبا العربيه بتستهلك قد ايه زيت عشان تبقى فاهم معدل النقص. خلاص، هنطلع المقاس كده اكتمل. نرجع بقى للجيركن نشوف ان احنا خدنا قد ايه من الجيركن. طبعا كل عربيه مختلفه عن الثانيه. ففي العربيه دي خدت 3 ارباع لتر، وطبعا الزيت كان مش ما كانش على المينيمم، فتقريبا من المينيمم للماكسيمم لتر كامل. وطبعا العربيه دي بتاخد 3 لتر بالفلتر، فمعنى كده اللي باقي جواها حوالي 2 لتر وربع. وطبعا بالمناسبه كمان ينفع تكمل ماشي بالطريقه دي، لان الزيت لسه ما وصلش للمينيمم، فينفع تكمل ماشي بدون اي مشكله. طيب يعني الموضوع ده ملوش حلول؟ لا ليه حلول. يلا بينا على الحلول. اهو الحلول، الكتالوج. طيب الكتالوج بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللزوجه المفضله للعربيه دي 10 30. خلاص، طب لو مش موجود هتستخدم من الجدول، بشرط طبعا ان انت تراعي مين؟ المدى الحراري بتاعنا. طيب ال 10 30 اصلا حتى لو موجوده هي قريبه من ال 10 40. انتوا عارفين العربيه دي بتاخد لزوجه 10 40 والزيت بينقص، فبالتالي ال 10 30 او ال 10 40 هينقصوا اكتر. يعني ال 10 30 هينقص اكتر من ال 10 40 لانه ايه؟ لانه اخف. طيب ايه الحل عشان الزيت ما ينقصش او نقص الزيت يقل؟ هتستخدم لزوجه اتقل. فال 10 40 اهو، انزل بقى ايه في الاتجاه ده. معاك 15 40 او 15 50. 15 40 عاده مش متوفر، فال 15 50 هو دايما ايه؟ موجود. طيب او ايه كمان؟ او 20 40 برضو عاده مش متوفر، او 20 50. انا بفضل ال 20 50. ليه؟ ال 15 50 برضه بينقص، هتلاقيه برضه نقص زي ال 10 40. هيكون احسن شويه لكنه برضه هتلاقيه بينقص. يعني انا شايف ان ال 20 50 منطقي اكتر وهيحل المشكله بشكل ممتاز. طيب ال 15 50 برضه كويس مش وحش. ليه؟ لانه طبعا هيقلل برضه المدى الكيلومتر، فبالتالي معدل النقص هيكون منطقي، وكده كده العربيه هتمشي 5000 كيلو عليه بدل 7000 كيلو في ال 10 40. فبالتالي برضه الامور هتكون كويسه. لكن ال 20 50 هيكون افضل منه، خصوصا بقى لو نص تخليقي، فدي هتكون حاجه ممتازه جدا جدا. طب هيطلع واحد يقول لك ايه؟ يقول لك ما ال 20 50 ده زيت وحش، الشركات المصنعه ما بتوصيش بيه. اهي الشركات المصنعه اهو كتالوج العربيه. فحضرتك هتفهم اكتر من الكتالوج. يبدو ان في ناس بتفهم اكتر من الكتالوج. المهم يعني، فهي دي الطريقه اللي انت المفروض ترجع فين بيهم للكتالوج، وتاخد الزيت المناسب. ان انت تروح لزوجه اقل، ده ايه؟ لزوجه اعلى، اسف، لان اللزوجه اعلى هتحكم اكتر معاك والنقص هيقل، وكمان عدد الكيلومتر عاده في اللزوجه الاعلى بيكون اقل، فبالتالي نقص الزيت هيكون منطقي. الواحد بيخاف احيانا ان بعض الناس تسهى على الزيت لما الموتور يقفش، فطبعا دي مشكله كبيره. طب هنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ما عدا تايلاند. خدت بالك؟ هنا بيقول لك ما عدا تايلاند. تايلاند بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في تايلاند الزيت الموصى بيه 0 دبليو 20. خدت بالك؟ عشان ما حدش يطلع يقول لك ده موتور قديم، ده مش عارف ايه، ده ما المواتير الجديده. طبعا كل موتور له ظروفه، يعني انا مش بالكلام ده مش عامل كل المواتير، كل موتور له ظروفه. بص كده على تايلاند اللي احنا بنقول عليها، بص كده على تايلاند هتلاقي ان هو 020 مش عارف ايه، وال 20 50 موجود اهو، بشرط مراعاه المدى الحراري. يعني ايه بشرط مراعاه المدى الحراري؟ يعني ما تروحش في دوله زي روسيا مثلا وتستخدم 20 50. لكن احنا بنتكلم على دول الشرق الاوسط بتاعتنا زي مصر او دول الخليج، ال 20 50 ينفع تماما يا جماعه. طبعا بشرط انه يكون موجود في الكتالوج، وهو موجود قدامنا في الكتالوج اهو، اخرم لك عينك بيه، موجود قدامك في الكتالوج اهو. طبعا الكلام ده مش الناس المحترمه، الكلام ده للناس اللي بتقعد تقاوح وتقول لك الزيت ده ما ينفعش، اصله ما بيقولش كده في الكتالوج. امال انت بتجيب منين يا جدع انت؟ ما هو موجود قدامك اهو. فانت بتراعي المدى الحراري. ايه المدى الحراري ل 20 50؟ نمشي كده مع الجدول. من اول ناقص 10 سيليزيوس ينفع تستخدم ال 20 50. انت متصور؟ من اول ناقص 10. هل احنا في دوله زي مصر زي درجه الحراره عندها بتنزل تحت ناقص 10؟ احنا في الشتاء ما بنقلش عن 10 درجات مئويه فوق الصفر. فانت معاك من اول ناقص 10 درجات تحت الصفر ينفع تستخدم ال 20 50. خدت بالك؟ فطبعا في مصر ودول الخليج ينفع تستخدمه بدون مشكله، خصوصا طبعا لو نقص الزيت موجود عندك. طيب هل طبيعي اصلا ان الزيت ينقص؟ بص، مفيش اي محرك احتراق داخلي الا والزيت فيه بينقص، ولكن بمقدار ما.
خدت بالك؟ يعني واحد يقول لك ايه، انا عربيتي ما بينقصش فيها الزيت اطلاقا، الكلام ده مستحيل، بس ممكن ساعات بيكون النقص شويه غير ملحوظ بالنسبه لك، خصوصا لو العربيه جديده. لكن اي عربيه لازم زيتها ينقص. ليه بقى؟ لان آلية عمل المحرك نفسها في جزء من الزيت بيظل على جدران الاسطوانات، وده بيتحرق وبيخرج مع العادم. طبعا المفروض ان هو بيتمسح ويرجع تاني، لكن المسح ده عمره ما بيكون 100%، فطبيعي ان في جزء من الزيت بيفقد بشكل طبيعي مع عمل المحرك. طيب دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان في نسبه خلوصات طبيعيه في البستم نفسه بتؤدي لتهريب جزء من الزيت، فطبعا ده الكلام مفروغ منه، فنقص الزيت ده طبيعي. طيب بختار نقص الزيت قد ايه؟ حسب الشركه المصنعه وحسب كل محرك. يعني مؤخرا الشركات بقت تعمل الخلوصات اكبر بحيث انها توفر في الوقود. يعني ايه؟ يعني لو بقت جدران الاسطوانه او جدران الاسطوانه بقت تايت او محكمه على البستم، فده هيسبب زياده استهلاك من الوقود. لكن طبعا مش في كل المحركات، وحتى مش في المحرك ده. طيب نسال سؤال، ايه معدل النقص الطبيعي للزيت؟ تقريبا ربع لتر لكل 1000 كيلو. ربع لتر لكل 1000 كيلو ده طبيعي. وفي بعض الشركات او مع قيادتك القويه او القياده السريعه ممكن يوصل لنص لتر. خلاص، فده طبيعي. فلو قلنا العربيه دي ماشيه 4000 كيلو مثلا بالزيت ونقصت لتر خلال ال 4000 كيلو دول، فده منطقي، ما فيش اي مشكله، ما تقلقش من العربيه اطلاقا. طيب في جزء مهم كمان انا بحب اعمله، ايه هو؟ اخد بيسموه ايه؟ بنسميه مثلا التاريخ المرضي للعيانين، بيبقى اسمه التاريخ المرضي. بالنسبه للعربيه لها تاريخ هي كمان. ايه هي بقى التاريخ او العمل بتاعها؟ يعني مثلا العربيه دي مثلا عربيه صاحبنا بتمشي دايما في الزحمه. خلاص، طيب وبناء عليه بتمشي في الزحمه، يبقى ال 4000 كيلو دول مش 4000 كيلو، هي ما بتطلعش طرق سريعه في الزحمه باستمرار. ال 4000 كيلو دول بمقام 6000 كيلو وربما اكتر كمان، لان واقف في اشاره مع الزحمه بتاعت فتره رمضان، مع كل دوت بيخلي العربيه ال 4000 كيلو مش 4000 كيلو، فده بيؤدي الى ان المعدل ده بيكون طبيعي اكتر كمان. طيب عربيه كل ماشيه في طرق حلوه، نقص الزيت هنا ما بيكونش طبيعي قوي. خدت بالك؟ فاللي انا عاوز اقوله ان حسب الطرق اللي بتمشي على العربيه بتمشي في طرق زحمه، فطبعا ده بيخلي نقص الزيت احيانا ايه؟ احيانا مبرر. طيب في نقاط مهمه بقى لازم نتفق عليها. اول حاجه، كل محرك ليه طبيعه معينه، فالكلام اللي احنا قلناه دوت بيختلف من محرك لمحرك. الكلام ده مش عام على كل انواع العربيات، ولا كل الكتالوجات زي بعضها. في كتالوجات طبعا ما فيهاش ال 2050 عشان بس الناس اللي بتمسك على الواحده. في كتالوجات فيها نوع زيت واحد مش حاطط الجدول ده، فطبعا ما ينفعش ان انت تنزل لزوجه اعلى في العربيات دي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، قبل ما تحكم على اي شيء لازم تعالج التسريبات الخارجيه لو عندك اي تسريبات خارجيه. طيب بالنسبه لموضوع العمارات، لو نقص الزيت عندك طبيعي، يعني ضمن الطبيعي اللي هو ربع كيلو لكل 1000 كيلو او حتى نص كيلو لكل 1000 كيلو، طبقا طبعا لكل عربيه، كل عربيه بتختلف عن الثانيه. بنشوف طبعا كل شركه او الشركه المصنعه بتوصف نقص قد ايه كل 1000 كيلو. فلو ده ضمن الطبيعي اوعى تعمل عمره للعربيه، خصوصا لو الموتور ما اتفكش قبل كده، لان ببساطه كده الميكانيكيه المصريين بالذات بيمدوا ايديهم في حاجه ما بتنفعش تاني. اولا الموتور عندك لو ما اتفكش قبل كده بيبقى متربط مظبوط بعزوم مظبوطه، لكن انت عندك هنا بيحلوا بطريقه غلط وبيربط بطريقه غلط بدون مفاتيح عزم، وكله بيبقى الشغل غلط في غلط. والعربيه ما بتعمل عمره عند اغلب الناس خلال شهور معينه بترجع تنقص زيت تاني، او حتى ان انت تدخل في قصه الشورت بلوك احيانا اصلا بيبتدي ينقص زيت تاني زي الاول، وحصل مع ناس كتير. فبالتالي مش كل نقص زيت تجري تعمل عمره، مش كل نقص زيت تجري تعمل عمره. لازم تتاكد الاول، تشوف نقص الزيت الطبيعي قد ايه لكل محرك عربيه، وبناء عليه تقرر ان انت تعمل عمره او لا. في النهايه اتمنى من الله ان انا اكون لميت الموضوع كله من كل جوانبه. انا في النهايه بني ادم، اكيد في حاجات قصرت فيها او يعني سهيت عنها، فاتمنى من الله ان ربنا يعني يكبر النقص دوت. وطبعا ما ننساش الدعاء لاخواننا في غزه، بيتعرضوا دلوقتي لابشع يعني مجزره يمكن في تاريخ الانسانيه كلها. فربنا يا رب يعفو عننا جميعا ويعفو عنهم